بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم حضرات المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات تعليم خط العربي. والنهاردة إن شاء الله مع الدرس الرابع في تعليم خط الرقعة. ومع بعض إن شاء الله هنكتب جملة: احرص على صلاتك واصطبر عليها، واخلص في طاعتك تنال رضاء ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كلمة هنكتبها كلمة احرص، وعندنا حرف الألف. وزي ما قلنا يا جماعة، حرف الألف بيبقى مايل ناحية اليمين سنة في الاتجاه ده. احرص. نكتب الوزن بقى بتاع كلمة احرص. زي ما قلنا حرف الألف يا جماعة بيبقى 3 نقط أهو. وأنا براعي إن أنا كل درس أقول لكم الحروف وأقول لكم المقاس بتاعها قد إيه. 3 نقط. هنا لو خدت أنا خط من هنا، دي درجة الميل دي، يبقى هنا في نقطة. يعني أنت بتبدأ بتنزل مسافة نقطة في الحركة دي. طبعا احنا قلنا هنا الجزء ده نقطتين، بمشي بيه نقطتين. وزي ما قلت لكم برضك الجزء ده بيجي عبارة عن نقطة أهو، ودي بتيجي دايرة، نص دايرة باخد فيها كيرف كده اهو. شايفين ازاي؟ بالمنظر ده. يعني ما بتبقاش عدلة كده، لا، هي بتيجي تاخد كيرف كده بالمنظر ده. تمام. طبعا احنا قلنا برضك الطول بتاع الراء دي بيبقى نقطتين. وخلي بالك ان درجة الميل دي اهي، انت في ناس بتعمل الراء، احنا قلنا بتروح نازلة قوي كده، كده غلط. ده كده غلط. لا، احنا الره بتاعنا بتاع بعد اي حرف بتيجي بالمنظر ده اهو كده. مسافة ان انا بنزل اخرها اهو. رسمة سهلة جدا، كل سهولة. الصاد لازم يبقى فيه هنا فرق نقطة بين السنة وحرف الصاد. وقلنا حرف الصاد ده عبارة عن ايه؟ اللي هي التلات نقط. التلات نقط اللي انت بتعمله اهي. واديك بتعمل دي كده، عملت حرف الصاد. دي ايه؟ دي حرف الباء. حرف الباء. حرف الباء اللي هو ده. هي دي. تمام. احرص. احنا دخلنا في ال هنا، بس مفيش مشكلة. احرص. كلمة على. احنا قلنا على هي عبارة عن رقم 2. احنا بنسهلها وبنبسطها قوي. رقم 2. طب انا بجيب هي عبارة العين عن 3 خطوات في الكتابة او في الجملة. ادي خطوة وادي 2 والتالتة. طب التالتة كده اجيبها ازاي؟ اعرف مساحتها. انا في ناس بتنزلها من تحت، في ناس بتزنقها هنا، في ناس بتجيبها من بره. طب انا اجيبها ازاي؟ انك تعمل قياس لنفسك كده، نقطة بره العين اهي. تمام. وتروح جايب بقى من اخر النقطة اهي كده، ونقطة كمان هنا كده. وتيجي انت من هنا بالمنظر ده، عملت شكل لين. وبتطلع بيها نقطة لو في بعديها حرف طالع او حرف نازل. يعني لو بعديها ر بتطلع بيها النقطة، لو بعديها ألف بتطلع بيها نقطة، بحيث إن يبقى في هنا فرق نقطة. أدي ألف على اللام، آسف، على أه. كلمة على. يبقى أنا لما بكتب أنا علشان ميل الكاميرا معلش فالكلام نزل مني. هنكتب الجملة تحت على بعضها. هنكتب الجملة تاني يا جماعة.
على صلاتك صلاتك واصطبر واصطبر عليها. نشرح مع بعض الجملة دي حضراتكم. هنبدأ من جديد. عندنا بقى ايه؟ احنا زي ما قلنا حرف الألف من هنا لهنا كده كله 3 نقط. الميل ده نقطة ودي نقطتين والري هنا نقطتين. نفس الفرق اللي هنا هو نفس الفرق اللي هنا. تمام. دي عبارة عن حرف الباء ودي ال3 نقط. دي نقطتين ودي نقطة واحدة. وهنا يبقى في فرق بين السنة وحركة الصاد نقطة. تمام. دي هنا داخلة نص نقطة وفي هنا نقطتين والنزول ده كله نقطتين. خط الرقعة هو نقطتين 3 نقط بالكتير إن كان أفقي أو رأسي أو يعني هو حرف خط الرقعة كده. دي كده نقطة أهي. هنا نقطة. النزول هنا في نقطة يعني جوه كده تعمل فتحة أو الفراغ ده يبقى نقطة. وطول الضلع ده كله نقطتين وفي هنا فرق نقطة وطبعا ده 3 نقط. هنا دي نقطة. تمام. النزول ده قلنا نقطتين. هنا زي هنا نقطة اللي احنا بنتكلم عليها اهي. دي نقطتين نقطة نقطة. هنا نخلي مسافة نقطة ما بين النزول ده والألف ده. تمام. احنا قلنا الألف اللي بتبقى في لام ألف بتبقى طولها نقطتين بس مش 3 نقط اهو. هنا نقطة. دي كلها على بعضها نقطتين. الكاف وزن الكاف. الكاف احنا قلنا الكاف دي عبارة عن ألف زائد حرف الباء زائد حرف الدال. صح ولا انا ايه رأيكم؟ مش كده صح برضك؟ صح يا أستاذ. شكرا يا فندم. حرف الواو نقطة اهو. نقطة اهو اهو. صح اهو. بلف بس اللفة البسيطة دي يعني عبارة عن نقطة بجيبها كده والجزء ده بقى هو نقطتين في نقطتين ونقطتين كمان اهم اهم. ادتني حرف الواو. تاني مع بعض حرف الواو نقطة وبعدين بنزل بيها نقطة طويلة شوية كده وبعدين نقطتين جنب بعض اهم. ادي حرف الواو. والله يا جماعة الخط العربي من اسهل ما يمكن. الالف 3 نقط. ماشي. اصطبر نفس الحكاية. شايفين حرف الباء اهو عشان اطلع بالايه؟ بالطه. هو كل خط الرقعة عبارة عن الالف والنقطة والنقطتين والثلاث نقط وحرف الدال بس. حرف الدال اهو في العين مقلوبة. تمام. بعملها كده. تمام. وبجيب النقطتين اللي هما النقطتين بتوعي اللي في اول اي كلمة
اللي هما دول مثلا بحطهم هنا. بعديها حرف ألف، بعديها حرف نازل، اللي يكون يمشي. وأتمنى إن أنا أكون إن شاء الله قد ربنا وفقني في إن أنا أشرح لكم جزء بسيط في خط الرقعة. و... وأتمنى إنكم تكونوا تتابعوني، والاشتراك في القناة يا جماعة. و... وأتمنى إن يكون الفيديو عجبكم وتدوني إعجاب، وده عشان بيرفع من قيمة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.